النهارده مش هكلمكم على الابتلاءات ولا الظلم ولا هكلمكم على حاجة في الدنيا. النهارده هكلمكم على السبيل للوصول إلى الله. عدت قدامي آية كده وأنا عايزة أعرف أوصل لربنا إزاي. بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اذكروني أذكركم. الله، يعني يا رب أنا مجرد ما أذكرك أنا كده وصلت ليك بكل سهولة كده؟ بكل سهولة. فكرت شوية لقيت نفسي الذكر ده لا محتاج ان انا البس لبس معين، حجاب يعني، ولا محتاج ان انا اتجه للقبلة، او محتاج لوجودي في مكان معين، ولا محتاج لوضوء. الله، هو الوصول لربنا سهل كده؟ الوصول لربنا سهل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني الذكر هيكون في اي وقت انتوا عايزينه. انتوا كل اللي عليكم بس تقولوا اي ذكر بتحبوه جنبه الله، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله. والله العظيم الموضوع طلع سهل جدا، وقولوه في اي مكان. اذكروا الله في اي مكان، كل ما تذكروا الله ربنا هيذكركم. انا جربت الموضوع ده وفعلا الحمد لله بقيت اذكر ربنا في اي مكان. انا في طريق، انا واقفه في المطبخ، انا بعمل اي حاجه بذكر ربنا. عايزه اقول لكم، انتوا عارفين في حاجه هنا والله العظيم راحه نفسيه ما بعدها راحه. الله، ده انا بدور على كيفية الوصول لله عشان اوصل لربنا، يطلع في الاخر ان انا لما اوصل لربنا بذكره هو دي الحاجة اللي هتريحني. والله العظيم اقول لكم على حاجة بجد، والله العظيم انا داومت على ذكر الله طول النهار، لقيت بعديها طمأنينة، راحة، رضا. طب اقول لكم على حاجة، مش اول الفيديو قلت لكم انا مش هتكلم عن الدنيا ولا هتكلم عن ابتلاءات ولا ظلم؟ والله العظيم الدنيا نفسها جت لحد عندي لما ذكرت الله كتير، جت لحد عندي، رضيت باللي انا فيه في الدنيا. ويا سلام بنتكلم كمان على عوض في الدنيا وعوض في الاخره. ما الا بذكر الله تطمئن القلوب. انا غاده، اتمنى لكم السعاده، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.